لأول مرة وأعتقد منذ تأسيس النادي الأهلي إن نشوف النادي الأهلي بيبتدي الدوري بداية مفيش أسوأ من كده. 4 ماتشات 5 بونت، مفيش بداية أسوأ من دي. الراجل 10 مطوشة مع النادي الأهلي بقاله 3 شهور بيستكشف لسه اللعيبة. الراجل معاه كواليتي لعيبة عالي قوي مش عارف يوظفهم. النادي الاهلي عنده لعيبه، انت من قبل ما يبتدي السيزون انت بتقول انا هبقى مركز اول وانا مرتاح، والفرق بيني وبين المركز الثاني هيبقى بعيد قوي. انت متخيل ان النادي الاهلي دلوقتي ممكن يكون مركز تاسع او عاشر؟ ده بعد النتائج اللي لسه هتتلعب او اللي اتلعبت. اعتقد النادي الاهلي في الرينج ده. النادي الاهلي ابتدى الماتش تايه، بيضغط يا ريته بيضغط والله. الاهلي ما بيضغطش، ما بيضغطش. ما في اول مره اشوف النادي الاهلي مش عارف يضغط، مش عارف يضغط على الخصم. النادي الاهلي مش عارف يطلع بالكوره. النادي الاهلي الكوره ما بتقعدش في رجله كام ثانيه على بعض. دي غريبه قوي. ريبيرو هو حرفيا مش زي ما ايمن الكاشف عايز الراوتر يتراستر، لا انت عايز تاخد الراوتر وتروح لخدمه العملاء بيه. الراجل فاصل. لا ده النادي الاهلي، ولا دي اداء النادي الاهلي، ولا دي شكل النادي الاهلي. يا راجل ده انت يعني انت داعم بلعيبه تاخد بيها افريقيا وتوصل بيها نهائي كاس عالم كمان. انت مش تبقى بيها مركز سابع ولا ثامن في الدوري. مش عايز اقول وش زيزو مش عايز اقول وش زيزو حلو على النادي الاهلي، بس اللي انا شايفه ان زيزو دخلته على النادي الاهلي دخله سودا خالص. النادي الاهلي حرفيا بيفتقد امام عاشور، اللي هو كان السيزون اللي فات 80% من هجومك. حرفيا مفتقده. مع احترامي الشديد لبن رمضان، بس ما فيش حد في الاهلي زي امام عاشور. هو توب النادي الاهلي دلوقتي. الراجل انت واقف عليه، انت محتاجه. مش هقدر اقول غير كده. لا هو انت بس لسه ما تعرفوش ان هو الاهلي فكره ان الماتش السبت الجاي مش السبت ده. النادي هو الاهلي كان معاه. بيعمل تقسيمه مع نفسه. لا 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 لا، هم ضحكوا عليه، هم فاجئوه. هو كان فكره ان الماتش السبت الجاي، فالراجل كان قاعد كده بيتسلى، فقال لهم طب ما تيجوا يا اولاد نعمل تقسيمه مع بعض. حتى ما قالهمش مين مع مين، قال لهم كل اللي نفسه ينزل ينزل، واللي عايز يغير يغير. اعتبروني يا اولاد انا قاعد بتفرج على النت وان انا مش موجود معاكم. لا في مدرب ولا في لعيبه ولا في جول ولا في تنظيم ولا في دفاع ولا في هجوم ولا في خط النص ولا في الاهلي اصلا من الاساس. الاهلي لسه الماتش بتاعه السبت الجاي مع بيراميدز يا جدعان. اعرفوا كده ان مفيش ماتش النهارده دي كنا احنا بنحلم وقمنا على كابوس. هارد لك للنادي الاهلي. ريبيرو كده نقدر نقول له باي باي. اتهاجم من الجماهير، وهو تقريبا الماتش ده مش تقريبا، هو كان فعلا الماتش دوت. لا هو بيحضر الشنط وماشي. خلاص هو نهايه بيحضر الماتش. الشنط وماشي خلاص. الماتش ده هو والفريق بتاعه. كان النهايه بتاعته على اعتاب مستر جوميز. يبقى النادي الاهلي خد لعيبه الزمالك وخد مدرب الزمالك، ناقص ياخد الجماهير بالاغاني عشان يبقى كده خلاص بقى كملت خالص. انا بقى غير التيشيرت هشجع الاهلي ويبقى كده خلصت خلاص. الراجل كده نقدر نقول له باي باي. طولت مع النادي الاهلي 3 شهور بحالهم، يعني كويس ان هم صابرين عليك 3 شهور. النتائج الايجابيه اللي عملها بصراحه الراجل ده المطوشه الوديه، انه كان بيكسب 4 و3 ما لعبش غير ودي. هو حرفيا لعب 10 مطوشه بالودي، كسب ماتشين ولا 3 مطوشه. الماتشين الوديين اللي لعبهم كسبهم، وماتش في الدوري دي كده 3 مطوشه. انت متخيل 7 مطوشه لا يعرف معنى الفوز فيهم. فكده نقدر نقول له باي باي، وعلى اعتاب مستر جوميز بقى ان شاء الله.